ننتقل إلى المد الذي كما قال الجزري نرى على اللوحة: أو عرض السكون وقفا مسجلا، وجائز إذا أتى منفصلة، يتكلمنا عنها. أو بمعنى النوع الثاني من أنواع الجائز أن يعرض السكون بسبب الوقف مسجلا، يعني مطلقا. نرى على اللوحة المد الثامن من المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن الكريم عن معرفتها: المد العارض للسكون. نعم، ما هو المد العارض؟ نرى على اللوحة هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. لاحظوا كلمة سكونا عارضا وضعناها باللون الأحمر لبيان أن هذا السكون ليس أصليا، ليس في الوصل والوقف. إذن سكون عارض، ما سببه؟ بسبب الوقف، نحو البيان. هذه موجودة في قوله تعالى: علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. لكن إن وقفنا فتحة النون تزول ويصير بدلا منها سكون. هكذا العرب لا تقف على حرف متحرك، بل يقفون بالسكون، لأن الوقف محل الاستراحة، والوقف بالسكون أبلغ في تحصيل هذه الاستراحة. انظروا، البيان صارت البيان. تعملون، النون مفتوحة، لكن إن وقفنا نقول تعملون. إذن المثال الأول لحرف الألف، المثال الثاني لحرف الواو، وأما المثال الثالث الذي نراه أمامنا فهو لحرف الياء: نستعين في الفاتحة الشريفة: إياك نعبد وإياك نستعين، النون مضمومة. فإذا وقفنا كيف نقف؟ نستعين بنون ساكنة كما ترون أمامكم على اللوحة. نأخذ المعلومة التي بعدها: ويمد العارض للسكون بمقدار حركتين أو 4 أو 6 حركات. إذن هذا المد إما أن نبقيه حركتين، طبعا لما نقول حركتين معناها نعامله معاملة الطبيعي، 4 ضعف الطبيعي، 6 يعني 3 أضعاف الطبيعي. السطر المعلومة الأخيرة في اللوحة: والأولى للقارئ أن يقصر العارض في الحدر ويوسطه في التدوير ويطوله في التحقيق لتتناسب القراءة. مر معنا أيها الإخوة في دروسنا الأولى أن القراءة تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 سرعات: بطء وسرعة وبينهما. سأتابع الحديث بعد الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم. الشاهد: المد العارض للسكون روي لنا مقصورا. اسمعوني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا حركتين. وروي لنا ضعف الطبيعي، يعني 4 حركات، هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. وروي لنا 6 حركات، 3 أضعاف الطبيعي، هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذن نلاحظ بأن هذا المقدار للمد العارض للسكون يعني الجمال فيه أن يتناسب مع سرعة القراءة. إذن جمال القراءة أيها الإخوة كما نبه علماؤنا: إذا بطأت القراءة يا أخي وقرأت بالتحقيق، الأكمل لك أن تأخذ الطول
في العارض للسكون. إذا قرأت بالتدوير الأكمل لك أن تقرأ ب4 حركات. إذا كنت مسرعا الأكمل والأجمل لك أن تقرأ بالسرعة، أن تقرأ بقصر العارض للسكون. إذن دائما القراءة مبنية على شيء اسمه التناسب. يعني أذكروا هذه القاعدة: القراءة مبنية على التناسب. التناسب يعني تكبر كلها تصغر كلها، تبطئ كلها تسرع كلها. أما يبطئ شيء ويسرع شيء بيطلع المنظر يعني ما هو صحيح. والقرآن كلام الله عز وجل، علينا أن نحسنه، أن نجمله، أن نتلوه كما أنزل وكما وصلنا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. هذا خلاصة الفقرة الأخيرة من اللوحة التعليمية. قلنا: والأولى للقارئ أن يقصر العارض في الحدر ويوسطه في التدوير ويطوله في التحقيق لتتناسب القراءة.